لو محوش لك كام قرش ومش عارف توديهم فين، فتعال اقول لك على اسرع طريقه للتفليس. طبعا كلنا عارفين التطبيق اللي هو بتاع المراهنات وانكس بت. تطبيق مراهنات والعاب الكترونيه بيتيح لك انك تراهن وانت قاعد في البيت وكانك في كازينو بالظبط، بيوفر عليك كل حاجه. تعال بقى هات كوبايه القهوه الجميله بتاعتك، تعال اسد لك نفسك. جبت كوبايه القهوه بتاعتك، اشترك في القناه ودوس لايك. تعالى يلا بينا نكمل الفيديو. قاعد بقلب في انستجرام عادي ولقيت اعلانات كتير قوي عن التطبيق دوت وعن كذا لعبه جواه، وان ازاي بكل سهوله بتجيب فلوس كتير قوي بس بضغطه زر واحده، وازاي تبقى غني في لمح البصر. فقلت ليه ما نجربش؟ وبالفعل حملته وسجلت فيه، ومن هنا ابتديت اخد بالي من حاجات كتير قوي. اول حاجه مسهلين عليك طرق الايداع والسحب، وده اول فخ هتقع فيه. حرفيا انت تقدر تعمل ايداع بكل سهوله عن طريق فودافون كاش بس، ولا محتاج حساب بنكي ولا فيزا ولا اي حاجه غير بس انك يكون معاك محفظه الكترونيه. والايداع كده والسحب برده كده. تاني حاجه جوه الابلكيشن دوت وهو انك تقدر تراهن على مطوشه ودوريات كوره وسله وغيرها كتير من الحاجات دي، وكلهم حقيقيين ولايف قدام عين. ده غير الالعاب اللي ممكن تلعبها. والسر هنا انهم بيخلوك اول فتره تخش فيها الابلكيشن حرفيا بتكسب من اي لعبه بتخشها. فهتخش اول لعبه وتراهن وتكسب وتلاقي الدنيا معاك سهله وعمال تكسب وتكسب. هتخسر خساره صغيره بس في الاغلب هتقعد تكسب كتير ورا بعض، وادوار ورا بعض كتير، مش دور ولا اتنين ولا تلاته. انت ممكن تكسب 5 ادوار ورا بعض ايا كان الرهان اللي انت حاطه ايه. فهتقعد بقى تقول لنفسك خلاص انا هعمل فلوس كتير قوي، وللاسف ده اوسخ من الفخ اللي قبله. بعد ما هتقعد تكسب تلاقي نفسك عمال تخسر بسرعه غريبه، وكل دور بتلعبه حرفيا هتخسر من اول دوسه. حتى مش هيتيح لك انت تحاول محاولات تانية، لا هتخسر من اول دوسه. اي رهان هتعمله اول ما بس تبدا الرهان هتخسر على طول، مش هتكمل ثانيه واحده. فحرفيا لو نسبه ربحك كانت 70% في الاول اول ما دخلت الابلكيشن تنزل ل 5% بس. وهنا هتبتدي توهم نفسك ان انت هتكسب تاني، وبعد ما تخسر كل الفلوس تروح تعمل ايداع تاني وتخسر تاني، تعمل ايداع تاني وتخسر تاني، وانت واهم نفسك كل ده انت ترجع الخساره اللي انت خسرتها. طبعا ما اقولكش طرق السحب والايداع سهله قوي. فانت هتروح تعمل ايداع تاني بمبلغ سواء 100 او 200 او 500 بحيث انك تلعب وتكبرهم وتاخد الخساره اللي انت خسرتها، لا وتطلع كسبان. ده اللي انت هتقعد تقوله لنفسك. بس مفيش اي حاجه من اللي انت بتحلم فيها دي، كل ده هتخسره بقى. اصلا التطبيق معمول عشان يخسرك ويكسب غيرك، ويخسر غيرك ويكسب اللي بعده، وماشيه كده. وتبتدي تدمن اللعبه اللي هتدخلك في دوامه ملهاش اخر واوهام انك ممكن تمسك منه مبلغ كبير. بص عشان نكون متفقين، انت ممكن تمسك منه مبلغ كبير قوي، بس صدقني لو فضلت مستمر شئت ام ابيت هتخسر كل اللي بتكسبه. وبعد ما تعمل ايداع وتحاول ترجع الخساره اللي انت خسرتها هتكسب دورين او 3 ادوار ورا بعض. بعد ما تعمل ايداع وتكسب دورين او 3 ورا بعض تفكر نفسك انت خلاص ابتديت تكسب وانت فرحان انت كسبت النهارده. بس لو رجعت السجل بتاع اللعبه من اول ما دخلت لحد اخر دور كسبته هتلاقي ان انت خسران، وخسران كتير قوي وانت حرفيا ما كسبتش. يعني لو حاطط على مدار الفتره دي كلها 10000 جنيه مثلا وانت في يوم كسبت 2000 جنيه، فانت لو حسبتها هتلاقي نفسك انت خسران لسه 8000 جنيه. بس انت فرحت بال 2000 جنيه انت كسبتهم النهارده، بس في الاساس خسران كتير قوي. بس للاسف انت مش واخد بالك لان انت عمال تمارس اللعبه كل يوم كل يوم كل يوم وانت مش واخد بالك. فيوم تعمل 1000 وتخسرهم، يوم تعمل 500 وتخسرهم، يوم تعمل 1000 وتكسبهم 3 4000 جنيه، فانت مفكر انت عوضت ال 1000 ونص بس انت اصلا خسران. كل الكلام اللي انا قلته دوت عن تجربه شخصيه. ايوه انا حملت التطبيق وجربت كل ده بنفسي، بس الحمد لله قدرت اخرج منه وما بقاش مدمن عليه. انا بس كانت تجربه مش اكتر، جربتها عشان اشوف بس الاعلانات والناس كلها مدمنه ليه الموضوع ده. بس بعد التجربه ديت انا طبعا خرجت خسران فلوس وغضب ربنا عليا، لان القمار حرام، كلنا عارفين طبعا ان هو حرام. فما تحملش التطبيق وما تخليش الاعلانات تسمم تفكيرك ودماغك وسلوكك، لانه خطر كبير جدا على فلوسك وعلى تفكيرك تجاه الاستثمار. وعلى فكره ليه نسخ تانية زي النسخه دي، مش بس تطبيق وان اكس بت. ده للمعلومه بس. نيجي بقى على اخو وان اكس بت وهو اكسبرت اوبشن واولمبي تريد وغيرهم كتير قوي من برامج التداول. الاثنين نفس الفكره والاثنين حرام والاثنين رهانات. وطبعا في ناس محتواها الاساسي هو التداول وازاي تحلل وازاي تقدر تطلع فلوس من التداول، وناس تقول لك ان التداول في العملات الرقميه مش حرام لانك بتمشي ورا تحليلات وبتتعب ولا ما تعرف التحليلات والكلام، بس هو في الاخر حرام لان انت اصلا بتتوقع وانت بتتداول عباره عن دقائق او ثواني. انت بتحط الرهان لو السهم طلع، لو انت حطيت الرهان مثلا صعود والسهم طلع فبتكسب، لو السهم نزل فبتخسر. فهو بنسبه 100% رهان وبنسبه 100% برضه حرام. ولو حابين تعرفوا اكتر عن التداول وبرضه عن تجربه شخصيه يا ريت تكتبوا تحت في التعليقات، وانا هعمل لكم فيديو كامل عن التداول، هعمل لكم فيديو كامل عن التداول وازاي برضه بيلعبوا بدماغ الناس عشان تخش التداول. وطبعا كلكم فاهمين قصدي الاعلانات اللي بتيجي بتاعت اكسبرت اوبشن تقريبا او اولمبي تريد، مش فاكر التطبيق بينهم، ان واحد قاعد بيحلق عادي زي
بني ادمين، فواحد وراه بيقول له انت بتعمل ايه؟ مفيش، كمل حلقه انت، انا بجيب شويه فلوس سم واعلانات 5 جنيه. اعلانات رديئه قوي. ويجي واحد تاني معدي بالعربيه، فواحد يوقف يقول له والله انت جبت العربيه دي منين؟ يقول له انا جبتها من التداول، وان انا كنت بتداول كل يوم في العملات الرقميه وفي الذهب او في اليورو او وجبت العربيه ديت في خلال شهر. فما تخليش الاعلانات دي تلعب في دماغك. فلو حابين ان انا اتكلم في الموضوع بتفاصيل اكتر قولوا لي في الكومنتات وانا هعمل لكم فيديو كامل عن الموضوع. اشوفكم في فيديو تاني.